ما يمكنش ما تكونش سمعتي بالنصاب ديال سوق القريعه. النصاب دار كاع البيعه والشرايه 680 مليون. كاين اللي كيقول اكثر من مليار ونص. طريقه ما تطيحلكش على البال، ما تخليكش تشك في داك خونا انه غادي يجمع لهم حب وتبن ويفر بحالات. السيد اللي في القريعه والحي المحمدي انا راضي عليه. داك الاخ سير انا بغيت تكتب زودياك وتمشي. هذوك القريعيه ماشي القريعيه هذوك اللي شدوا بنادم تيديروا ليه الطوندوز وصور يطيبوا على الكدوروجين تحبب وباركين على زيت العود والحسوه تما استعجل اللحيه صلى بهم الشفاعل وترز غيدا حافظ. الغرق المبين انا راضي عليه. داك اللحيه الله يكثر من مثاله مليار ونص. الفلوس كاينه في القريعه وانتم تمرقنوا علينا. حنا تجي تصايب عروت واش لا تكيس عليا دير عليا وغز مليار ونص. سير اللحيه انا راضي عليك عصلي والله ما تخاف غتدخل الجنه. ما كاينش اللي ما كيعرفش القريعه، والناس د القريعه اي واحد في المغرب ملي كيبغي يتكسى كيشد عليها الكار وكيدي معاه فلوس صحيحه. وبكثرت ما كاين ما يتشرى بنادم كيبقى يجبد في الفلوس حتى كيلقى رزقو مشى. اي حاجه احتاجيتيها وما دايره في السوق كتلقاها عندهم، والاواخر ديال الحطوط كتلقاها تمايا. ولكني واحد النهار غادي يدوز على صحاب دوك الحوانت اكفس نهار ليهم في حياتهم، ساعد الجحيم بالنسبه لهم. المعنى الحقيقي ديال الفقيه اللي نتسنى وبركته غادي يدخل الجامع ببلغته. طايح غادي يكون كتر من النايض. فلوس صحيحه معلم، ماشي مليون ولا جوج، ملايين ديال بصح، وماشي شخص ولا جوج، والغرق ديال البشر. المشكل ما تحطهاش فيه وتقول دجاجه ما ينوضهاش على بيضها. الحكايه غتبدا في 2014 فاش غادي يدخل الملقب بالعبدي السوق ديال القريعه وغادي يشري فيه محل باش يولي يبيع ويشري بالجمله. والتقصير العبدي عنده تقريبا ديك 34 عام، انسان ملتزم مربي اللحيه وكيلبس الحوايج ديال الناس الملتزمين. حتى لهنا كلشي مزيان. العبدي انسان دي غوردي، عنده اغارس كيمشي يقود ويجي يقود، كينصح الناس باش يشدوا الطريق المستقيم ويشدوا طريق الله. وهذا الشيء غادي يخلوا ناس القريعه يديروا فيه واحد الثقه اللي عمياء، قدموه باش يولي هو اللي يصلي بهم في السوق. سوق القريعه في القريعه البيعه والشرايه دايرين بعضياتهم الثقه، واحد الثقه اللي كبيره بزاف. بصح صعيب يفكر شي واحد يبدا يزيكزاكي معاهم، لانه عارف الا بدات تخلوات شي واحد كلشي غادي يسد عليه وما يبقاوش يثيقوا فيه وما يبقاش يتعاملوا معاه. وملي كنهضروا على الثقه في هذه الحاله يعني راه كنهضروا على فلوس، وفلوس صحيحه معلم. العبدي فاش غادي يبغي يضرب ضربته غادي يفكر ليها مزيان، غادي تعرف وسط البياعه ديال ديك البلاصه اللي هو اللي غادي يتوسط لهم مع الفوندور اللي كاين في الصين، يعني غيعطيوه الفلوس. هو اللي غادي يتكلف لهم باش ينيغوسي مع البياعه والشرايه اللي كاينين برا المغرب، وغادي ياخذ غير ثمن قليل، يعني غير واحد الثمن رمزي، لانه في نظرهم اللحيه العبدي كان باغي غاله اخرى. الدنيا طموعه وما عنده ما يدير بها، هو راه كيبلاني ليهم غير بلاتي وغيخدم بهذه الطريقه واحد المده طويله. كيعطيوه فلوس السلعه، العبدي كيحضر لهم السلعه في الوقت. كانت عنده واحد الكلمه اللي ما يمكنش، الا قال لك السلعه نجيبها لك في الوقت صافي غادي يجيبها لك في الوقت، كون هاني. هذا الشيء غادي يخليهم يثيقوا فيه واحد الثقه اللي بزاف ويامنوه على فلوس صحيحه. العبدي ما اكتفاش غير بهذه الطريقه، غادي يكسب حتى الثقه ديال الناس اللي كيبيعوا بالجمله في الدار البيضاء، كياخذ من عندهم كميه كبيره وما كيخلصهم حتى كيبيعهم بالتقسيط، يعني كيعطل عليهم الخلاص ولين يولفوه. ولاو عارفين واخا يتعطل غادي يخلصهم لانه الناس كابرين معاه من الصغر. الحريفيه ديال القريعه كان كاع الحريفيه ديال ديك البلاصه كاينهم على الفحشاء والمنكر باش يبعدوا على طريق البليه ويشدوا في حاجه اللي غادي تفيدهم في حياتهم. المهم خونا تبتهم مزيان وغادي يدوزهم للطريقه الثالثه اللي من وراها فاش خونا غادي يجمع لهم حب وتبن غادي يقول لهم علاش ما نديروش دارت مع بعضياتنا. دوك الناس ديال ديك البلاصه جاتهم مزيانه ومن هاني تيجمعوا شويه ديال الفلوس، وهاد الدارت كتعني انه غادي يدخل مثلا 30 واحد وكل واحد كيعطي مليون ولا جوج قل ولا اكثر، وكتبقى الدور الصمته كل مره كياخذ واحد. مثلا دخلتي بمليون كتبقى تخلص حتى كتجيك النوبه وكتاخذ 30 مليون. المهم نرجعوا للواقعه ديالنا. التجار بما ان العبدي واحد الانسان كيثيقوا فيه هو اللي غادي يامنوا على رزقهم في دارت، وغادي يبقى خدام بهذه الطريقه لمده ديال 6 سنين. وصل الوقت الموعود اللي هو 2019. العبدي غادي يمشي عند التجار ديال القريعه غادي يقول لهم بلي كاين واحد السلعه ديال تركيا مزيانه غير الا بغاو يزقلوها، واللي بغى نجيب ليه ما عليه غير يعطيني الفلوس. التجار كلها وشحال غادي يعطيه؟ مول 20 مول 40 مول 60 مليون مول 100 مليون. المهم كل واحد عطاه داك الشيء اللي عنده. قال لهم السبت الجاي غادي تكون الامانه عندك. العبدي راه كيثيقوا فيه، قال لهم السبت صافي راه السبت غاديهم السلعه. غادي يدوز عند مول الجمله حتى هما غادي ياخذوا من عنده السلعه، حتى هما غادي يقول لهم السبت تكون عندكم فلوس. شكون غيبقاو ليه؟ مالين دارت. غادي يدوز عندهم حتى هو غادي يجمع دوك الفلوس ديال هذيك الشهر وغادي يمشي عند اللي فيه النوبه غيقول ليه حتى نتايا السبت غادي تكون عندك الفلوس. الايام دازت والسبت وصل، فينا هو العبدي؟ ما بانش ليه الاثار. فينا هو العبدي؟ الثاني ما بانش ليه الاثار. اثنين كذلك، واحد مول المحل غادي يمشي يقلب عليه
في المحل ديالو، كيلقاه ساد، كيسول عليه البيعه والشرايه، وصلى بهم كيقولوا ليه شي 3 ايام هادي ما بقى بان. ويلي التجار ديال ديك البلاصه قالوا بلي غيقدر يكون غير عيان ولا شي حاجه، يلا نمشيو عنده للدار نشوفوا ياك ما كاين باس. كيدقوا لا من مجيب، ولو كيقولوا حتى هاد اللحيه فينا هو، تليفونو طافي، دارو ما كاينش فيها، محالو ساد. المده طوالت هو ما باش ليه الاثار. هنايا الهضره غتبدا الدور، واحد كيقولها لواحد في القريعه كامله، القريعه كامله واحد فيهم ما فهم. واحد قال لهم هي العبد اللحيه دارها بينا ودا لينا رزقنا، يتجمعوا العشرات ديال الناس وغادي يمشيو يديكلاريو بليه راه فلوس صحيحه هادي، راه اكثر من 680 مليون، يجمعها غير الفم. قال لي ما متيقش باللي العبدي دار ديك القضيه، ما ديكلاراوش به، بقاو كيتسناو شي نهار غادي يجي، لانه كيعرفوه مزيان، السيد الله يعمرها دار وكابرين معاه. ولكن كلشي غادي يبدا في 2020 في شهر واحد، الشك غادي يتقطع. فاش غنلقاو العبدي في المحطه الطرقيه ديال الرباط، لقاو اللحيه حسنها، حوايج الناس ملتزمين حيدهم، ضرب لي السروال ديال الجين والسبردينه وغادي معلق بحالاته. شدوه البوليس بداو معاه التحقيق، فين هما الفلوس؟ كيقول لهم بح ما بقاوش عندي. ويلي على بح، راه 680 مليون هادي وما يزيد على ذلك، هادو غير اللي باينين وبوراقيهم. حتى فين هما الفلوس؟ كيقول لهم حتى حاجه ما بقاتش عندي، كلشي مشى. فين مشاو؟ ما عرفتش فين مشاو. اش كيعني هادشي؟ يعني التجار مشات على عينيهم ضبابه. كاين اللي كيقول صيفطهم الخوف في اسبانيا، كل واحد واش كيقول. الهضره كثرات، ولكن خلاصه الكلام هي الفلوس مشات، والله اعلم فين دارها. هو تحكم عليه ب5 سنين وغرامه ماليه غادي يدوزها، كونوا متاكدين موراها غادي يخرج. كان كينصب باسم الدين، هو الناس باش داروا فيه الثقه، دا لهم رزقهم ورزق ولادهم، ولكن عرق بنادم ما كيخرجش طريفه. الله يهدي ما خلق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حينما يكتال لنفسه يستوفي حقه كاملا، وإذا كال لغيره أو وزن له شأنه الخسران وعدم الوفاء، لا في الكيل ولا في الوزن. سبحان الله، ما هذا؟ أنت حينما تكيل لنفسك تستوفي حقك، وحينما تكيل لغيرك أو تزن له تنقصه حقه. ما هذا؟ ألا تعلم بأن الله تبارك وتعالى رقيب عليك؟ انظر ماذا قال لك ربك أيها المطفف، أيها المحتال على الناس بعدم الوفاء في كيلك أو في وزنك. يقول ربنا سبحانه: ألا يظن أولئك المطففون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا ينتبه هؤلاء المطففون الذين يحتالون على الناس ولا يوفون الناس حقوقهم لا في الكيل ولا في الميزان؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لو كان عندك مجرد ظن فقط أنك ستبعث وستحاسب على ما فعلت، والله لكفاك ذلك، حتى مجرد الظن. يقول العلماء: الظن هنا بمعنى اليقين. أقول سبحان الله، الله تبارك وتعالى قال: ألا يظن أولئك، وما دام الله تبارك وتعالى قال يظن، إذن يظل الظن على ما جاء عليه. حتى مجرد الظن هنا، لو كان لدى هؤلاء المطففين مجرد ظن بأنهم مبعوثون يوم القيامة، والله لا كفاهم هذا الظن وصرفهم هذا الظن عن أن يبخسوا الناس حقوقهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون متى؟ يوم القيامة. ولهذا يقول ربنا سبحانه: يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا اليوم هو يوم القيامة، هكذا وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه يوم عظيم. لماذا؟ لأن الأمور فيه جسام وعظام. محاسبة الحق تبارك وتعالى لعباده محاسبة
كما سبق أن أشرت وكما بين ربنا بالذرة وبمثقال الخردل، بميزان الخردل، بميزان حبة الخردل. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى الإله الحق العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس كل الناس يقيموهم الله تبارك وتعالى من قبورهم بعد جمع ذرات أبدانهم من تحت أطباق الثرى، وهو عليم بذرات أبدانهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله، يقوم الناس لرب العالمين. والله إني لأرى أن رحمة الله تبارك وتعالى واضحة وجلية في قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لله، لأن لفظ الجلال إنما يدل على معنى الرهبة، إنما للرب المربي الذي رب العالمين بفضله وإنعامه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي رباهم وأنعم عليهم بفضله وأنعم عليهم بنعمه وعطاياه. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل العالمين. سبحان الله عظيم، هو الذي خلق هذا الخلق ورباهم على موائد كرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نقلة أخرى خطيرة تنقلنا إليها آيات ربنا